زعلانين على هاي؟ بدي احكي لكم على هدول، وبدي احكي لكم كمان عن رب الغدر. بتعرفوا مين رب الغدر؟ هن ميليشيات وعصابات قسد. بال 2016 كانت مجزرة عين دقني يلي كان في اتفاق بين الميليشيات الكردية وبين الجيش الحر على عمل عسكري على عصابات وميليشيات الأسد. ولما فتحوا لهم الطريق للجيش الحر حتى يتقدموا على الجبهات يبدأوا العمل العسكري على عصابات وميليشيات الأسد، ما كان من العصابات الكردية وما عبول أكراد عصاباتهم، وما كان من قصد إلا أنه تعمل التفاف على أبطال وشرفاء الجيش الحر وتغدر فيهم وتقتلهم وتحطهم على صفحات سيارات شحن تبع تحميل السيارات مثل ما انكم شايفين، ويفتلوا فيهم بشوارع عفرين. وبعد ما فتلوا فيهم بشوارع عفرين صارت الناس تنكل تنكيل بجثثهم، صارت العالم توزع عليهم، صارت العالم تمسك سكين ويروحوا لعندهم يطعنون وهم اموات، يطالعوا كبد، يطالعوا قلب، يطالعوا عيون علنا بدون شفقه وبدون رحمه. وبالاضافه لهذا الشيء كله فتلوهم قدام الناس كلهم بعد ما غدروا فيهم، وصوروهم ونزلوهم على منصات التواصل الاجتماعي وهن عم يتفاخروا بغدرهم. هذا الشيء موجود بامكانكم تشوفوه على اليوتيوب. هدول هن ارباب الغدر، من بريئين ابدا. واليوم وبكره وبعد بكره رح يبقى الغدر من شيمهم. وسلم لي. زعلانين على هاي؟ بدي احكي لكم على هدول، وبدي احكي لكم كمان عن رب الغدر. بتعرفوا مين رب الغدر؟ هن ميليشيات وعصابات قسد. بال 2016 كانت مجزرة عين دقني يلي كان في اتفاق بين الميليشيات الكردية وبين الجيش الحر على عمل عسكري على عصابات وميليشيات الأسد. ولما فتحوا لهم الطريق للجيش الحر حتى يتقدموا على الجبهات يبدأوا العمل العسكري على عصابات وميليشيات الأسد، ما كان من العصابات الكردية وما عبول أكراد عصاباتهم، وما كان من قصد إلا أنه تعمل التفاف على أبطال وشرفاء الجيش الحر وتغدر فيهم وتقتلهم وتحطهم على صفحات سيارات شحن تبع تحميل السيارات مثل ما انكم شايفين، ويفتلوا فيهم بشوارع عفرين. وبعد ما فتلوا فيهم بشوارع عفرين صارت الناس تنكل تنكيل بجثثهم، صارت العالم توزع عليهم، صارت العالم تمسك سكين ويروحوا لعندهم يطعنون وهم اموات، يطالعوا كبد، يطالعوا قلب، يطالعوا عيون علنا بدون شفقه وبدون رحمه. وبالاضافه لهذا الشيء كله فتلوهم قدام الناس كلهم بعد ما غدروا فيهم، وصوروهم ونزلوهم على منصات التواصل الاجتماعي وهن عم يتفاخروا بغدرهم. هذا الشيء موجود بامكانكم تشوفوه على اليوتيوب. هدول هن ارباب الغدر، من بريئين ابدا. واليوم وبكره وبعد بكره رح يبقى الغدر من شيمهم. وسلم لي.